ان انا جيت اتاخرت عليها الشاشه، والدتي كانت راحت المستشفى تعبانه، فجيت اخدها بسال البواب قال لي انها في الحمام، فرحت خدتها بقول لها مالك، لقيتها طالعه من الحمام وهي عامله كده، بقول لها مالك، قالت لي مفيش، تعبانه شويه، قالت لي يلا يا ماما نمشي، يلا يا ماما نمشي. خدت الشنطه وانا ماشيه في نص الطريق، قالت لي يا ماما ده حصل كده كده، وانا في الحمام جوه لقيت واحد داخل عليا وكتب نفسي وراح مقلع لي الموتور ونيمني على الارض وعمل فيا حاجات وحشه. خدتها قالت لي يا ماما نزل عليا دم، خدتها رحت روحت البيت ببص عليها لقيتها غرقانه في دمها، خدتها ورحت جاريه بقى على المستشفى، واتصلت بصاحبه ماما واتصلت بخالتي، وجم وبصوا عليها كمان، جابهم شهود وجم وبصوا عليها، وخدتها ورحت بقى من مصري قال لي لا روحي القسم، قالت لنا ورقه وتعالي، لازم يتحبس وخدوا حق بنتي، لازم يتعمل لازم يحصل له اي حاجه، لازم يتعدم زي ما انت كده. ما بتكلمش بالليل، ما بتكلمش بالليل وتصور كده وتصوت، انا ما ينفعش طفله صغيره وتصف حاجات ما ينفعش حد يوصفها، وحضرتك دي يتيمه، حضرتك دي ما عندهاش اب، دي يتيمه ابوها سايبها وهي صغيره ما عندهاش اب.